السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الخير او صباح الفل عليكم حسب ما بتشاهدوا الفيديو. شويه فطير كده يستاهلوا بقكم. انسي ان انت تعملي فطير بعد كده غير الطريقه اللي انت هتشوفيها دي. يعني لو عملتي فطير قبل كده باي طريقه، ان شاء الله ان شاء الله هتسمعي الفيديو للاخر وهتعمليه بالطريقه دي وهتعتمديه على طول. يعني لو كنت مكسلة، لو كنت مش قادرة تعملي فطير، لو معاكي 50 فطيرة هتعمليهم بالطريقة دي، هتعمليهم في ثواني، مش هتكملي اي حاجة، لان الطريقة دي سهلة وبسيطة. واول مرة حصري اول مرة كده على اليوتيوب طريقة فرد الفطير، طريقة جديدة، طريقة مميزة سهلة وبسيطة. لو معاكي 50 او لو معاكي كمان 100 فطيرة ان شاء الله هتعمليهم في ساعة واحدة. ان شاء الله هنعمل فطير النهارده مختلف ومميز، وريحته جايبه اخر المكان، يعني ريحته كده قلب المطبخ، لان هنعمله بالزبده الفلاحي. طبعا الزبده الفلاحي لا يعلى عليها بالذات في الفطير. يعني في الفطير كده، يعني سيبيكي مثلا من الوصفات او المحاشي والحاجات التانية دي بتدخلها توابل. يعني لو عملتي الاكل والحاجات التانية دي بالسمن اللي هو المخلوط ده، ريحته بتروح مع التوابل والبصل والحاجات دي. الا بقى بالذات الفطير بالزبدة الفلاحي، ريحته لا يعلى عليه. ريحته كده بتبقى مفكفكه في المكان، وبتبقى ريحته خطيره. ان شاء الله ان شاء الله هتنسي اي طريقه عملت بيها الفطير قبل كده، وان شاء الله هتعتمدي الطريقه دي على طول. اهم حاجه اسمعي الفيديو للاخر، ما تجريش، اسمعيه نقطه نقطه عشان تعرفي المقادير وتعرفي العجينه وتعرفي الطريقه اللي هي السهله اللي هتعملي بيها 100 فطيره في ساعه واحده. طريقه فرد سهله وبسيطه. اهم حاجه اسمعي الفيديو الاخر زي ما بقولك عشان تستفيدي وتعملي الفطير صح. زي ما انت شايفه كده الفطير بيتكلم عن نفسه، طريقته سهله وبسيطه. يلا نبدا الوصفه. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فضلا وليس امرا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفه جديده بنزلها. معلش يا جماعه، مفيش تفاعل ابدا على القناه، مفيش اي مشاهدات. يعني رغم ان انا مفعله القناه، بس فعلا انا يعني ايه، متضايقه وزعلانه لان مفيش تفاعل خالص على القناه، مفيش اي مشاهدات. يعني الاول قبل ما افعل القناه كان الفيديو بيجيب لي بالالافات، بيجيب بألوفات كده مشاهدات. كان في فيديو معدي 18000. دلوقتي انا معرفش ايه اللي حصل، مفيش اي مشاهدات خالص. دلوقتي لو الفيديو زاد يبقى يعني 100 مشاهدة او 50، مفيش 100 كمان. يعني فين عقبال ما الفيديو يعدي 100. معلش يعني لو بقول لكم كده، طبعا انتوا حبايبي ومتابعيني واخواتي، فيا نفسي كده تفرحوني زي ما انا بتعب كده. نفسي الاقي يعني ثمرة جهدي وتعبي، الاقيها بمشاهدة، الاقيها بلايك، الاقيها بتعليق كده حلو من ايديكم. نفسي كده في حياتي يعني ابقى افتح كده الاقي مشاهدات وابقى مبسوطة كده، زي ما انا بقف في المطبخ وبتعب كده واعمل لكم وصفات حلوة، وصفات على قد الايد. انتوا التانيين تكافئوني وتدوني برضو على قد تعبي وجهدي. معلش. طبعا انا عارفه ان انتوا اخواتي وحبايبي، وبطلب من اخواتي ان انتوا تعملوا لايك كده واشتراك في القناه عشان قناتي تكبر بيكم. معلش المره الاخيره. يلا بقى، معلش الكلام خدنا وما بداتش الوصفه. هنا بقى معايا كيلو دقيق، معايا ميه، طبعا ميه من الحنفيه، معايا معلقتين سكر ومعلقتين كبار سكر. طبعا هو خشن يعني شويه، فدوبت في نص كوبايه ميه. يبقى معايا معلقتين سكر، معايا معلقه ملح صغيره، معلقتين سكر. وهنا الميه طبعا بنعجن كويس. لازم العجينه تمط وتبقى زي الاستك وناعمه، تكون فيها تلزيقه بسيطه عشان الفطير ما ينشفش منك ويبقى طري كده زي ما شفتي. يعني تخلي العجينه تخدمها كويس في الفطير زي ما قلت قبل كده في كذا فيديو، تعجنيه كويس وتخدميه كويس عشان ما يتقطعش منك في الفرد، ويكون الورقه مشدوده معاكي كده وشفافه وجميله زي ما شفتيها في اول الفيديو. يبقى لازم تعجنيه كويس. طبعا انا الكيلو دقيق خد مني 3 كوبايات، خد مني 3 كوبايات الا ربع. وانت على حسب الدقيق، نوعيه الدقيق اللي عندك، ممكن ياخد زياده وممكن ياخد اقل على حسب الدقيق. يبقى اهم حاجه لازم تخدميه كويس وتعجنيه كويس. تمام كده. يبقى اهم حاجه في وصفه الفطير العجين، لازم تعجنيه كويس. وطبعا يعني دهنت وشه كده زيت، وبعد كده غطيته بستريتش يرتاح كده على الاقل ساعه.
طبعا اجمل ما في الفطير ان هو حلاوته ان بعمله في الصيف، يعني حلاوته في الصيف بيبقى فطير لا يعلى عليه، ما بياخدش خمر كتير، ما بيبقاش مفقفق، ما بيعوقش معاك، ما بياخدش معاك ولا جهد ولا تعب ان انت تخمريه ساعتين ولا 3 ولا 4. فعلا عايزه تعملي فطير وتاكلي احلى فطير كليه في الصيف، تمام كده. انما في الشتاء بيعوق، بياخد وقت معاكي، وكمان بيبقى مفقفق وبياخد وقت وتعب ومجهود. هنا بقى زي ما انت شايفه بعد ما العجينه ارتاحت معايا ساعه، معايا هنا دهن المفرش زيت، وهنا بقطع الكور على حسب ما انت حابه، ممكن تعمليها كور صغيره، ممكن تعمليها كور كبيره. انا هنا قطعت الكيلو، قطعت الكيلو 30 قطعه زي ما انتم شايفين كده، يعني الكيلو دقيق عمل معايا 30 كوره زي ما انتم شايفين. وهنا بغلف كل واحده بالزيت من تحت ومن فوق كده عشان ما ينشفش، عشان الوش بتاعها ما ينشفش وتتقطع منك لو ما غلفتهاش طبعا الزيت بيطري العجين ويبقى عازل بين الهواء وبين العجين، يعني بيخلي فيه عازل كده. يبقى انت لازم تغطي الكويرات كلها بالزيت من تحت ومن فوق، وتغطيها كمان بستريتش عشان ما تنشفش منك. معلش لو الفيديو طويل عليكم، بس عشان تعملوا حاجة صح. ولو كان الفطير بينشف منك او بيبوظ منك او بيقطع منك، ان شاء الله هنحل كل المشاكل في الفيديو ده. هنا بقى زي ما انت شايفه، طبعا انا قلت في الفيديو بالزبده الفلاح، انا قلت في الفيديو ان انا هعمل فطير بالزبده الفلاح، وانا ما كدبتش عليكم. انا هنا السمنه اللي انتوا شايفينها دي سمنه مخلوطه، يعني سمنه مخلوطه عليها زبده فلاحي على سمنه كريستال، تمام كده. وهنا بقى اللي هيديك ريحه والطعم ويخلي لك الفطيره مورقه كده وهشه وبتلمح كده من فوق زي ما شفت في اول فيديو. معلقتين زبده بلدي دول مخليهم لوحديهم، هنحطهم على الوش، يعني معلقتين زبده بلدي مش هخلطهم على اللي هي المخلوطه دي، لا ركناها على جنب. يبقى معايا هنا الكميه كلها معايا 200 جرام، يعني كوبايه سمنه مخلوطه، يعني كوبايه سمنه مخلوطه معايا ربع كوبايه زيت. طبعا الزيت ده بندهن بس بيه العجينه من فوق، والزبده اللي هي الفلاحي دي مخلينا في الاخر. هنا بقى زي ما انتم شايفين اسمها، يلا شوفي بقى الفيديو ده عشان يعني شوفي الطريقه دي الصح عشان تعملي فطير صح وما ياخدش منك ولا وقت ولا مجهود وانت واقفه كده، يعني ولادك هيعشقوا الطريقه دي. هنعمله طبعا الفطير ده هيبقى زي فطير الافراح، اللي هو الفطير اللي هو الصغير المنفوخ اللي الولاد بيحبوه وبيعشقوه من بره كده. ان شاء الله هنعمله في البيت. هنا بقى بنقطع كورات، طبعا كل كوره زي بعضيها، ونفردها برضو كل كوره قد التانية، عشان النهارده مش هنفرد، يعني مش هنغلب نفسنا ونفرد بنشابه ولا نعمل رول ولا اي حاجه. هنا بقى الطريقه سهله زي ما انتم شايفين، هنعملها زي القرصه كده، ونغلف واحده بالسمنه، وبعد كده نغطيها بالتاني بالقطعه التانية، تمام كده. يبقى هنا بنفردها زي القرصه، وبعد كده بنفرد واحده تاني ونغطيها وندهن السمنه ونغطيها، وهنعمل كله زي بعض يعني زي كده. هنعمل الكميه كلها زي كده، وبعد كده بنحطه يختمر تاني، يرتاح تاني. يعني بتحطيه في صينيه، تدهن الصينيه زيت وتحطيه في صينيه، وبعد كده بتريحيه، يعني بتريحي الكميه كلها. لازم يرتاح الفطير، لازم يرتاح معاكي، يعني في الصيف وفي الشتاء لازم يرتاح، بس في الصيف ما بياخدش وقت زي الشتاء عشان الجو حر يعني كده، ما بياخدش وقت زي الشتاء. هنا زي ما انت شايفه بتغلفي القطعه كلها زي ما انت شايفه كده، بتغلفيها كلها بالسمنه، وبعد كده بتغطيها بالقطعه التانية. الطريقه دي سهله وبسيطه وحصري، اول مره على اليوتيوب حد يعملها، يعني ايه طريقه فرد سهله وبسيطه من غير بقى ما تفردي على دقيق او تحطي نشا. ان شاء الله هيبقى مقرمش ومنفوخ وجميل. هنا بقى بنفرد بالمعلقه كده، يعني هتفرديها زي القرص، ما تكبريهاش عشان ما تقطعش منك. وهنا دي شكل الكميه كلها، طبعا عملنا الكميه كلها
وهنغطيها بقى باسترتش لما ترتاح، يعني تاخد لها كمان نص ساعة، او على حسب لو بتقضي مصلحة في المطبخ ولا حاجة سيبيها مش هيجرى لها اي حاجة. يعني لو قعدت ساعة ولا ساعتين مش هيجرى لها اي حاجة، طالما العجينة كويسة معاك ومخدومة كويس مش هيجرى لها اي حاجة. هنا بقى دهنا المفرش دهن الزيت، وكده هنبدأ نفرد. تدهني الزيت عشان ما تلزقش منك. وهنا هنفرد واحدة قدامكم، تبلي ايديكي زيت كده وتفردي. لو انت حاسه ان كميه السمنه كتيره ممكن تنقصي شويه، يعني ممكن تخلي كوبايه الا ربع، يعني ممكن تعمليها كوبايه الا ربع. بس انا شايفه ان المقدار ده مظبوط، بيورق لك الفطيره كده ويخليها منفوخه ويعني ايه وبتلمح كده وجميل. هنا بقى المهم هنا في الفرده ما تفرديش كتير، يعني ما تفرديش، يعني بصي افردي لحد ما تلاقي الورقه شفاف وتستوب على كده، يعني استوبي على كده ما تفرديش تاني. ليه؟ لانك لو فردتي اكتر من كده الورقه هتتقطع منك تاني هام الفطيره مش هتتنفخ. ليه؟ لان طالما الورقه اتقطعت منك كده تخليها هوا كده مش هتتنفخ معاك. انما لو خليتي سمكها مظبوط ولا هو رقيق او ولا هو تخين قوي الفطيره هتبقى منفوخه معاكي، مش عاطيالها يعني الفطيره هتبقى منفوخه معاك مش داخل لها اي هوا خالص. يعني الفطيره هتبقى كاتمه الحراره وهتبقى منفوخه معاكي، ما هتبقاش مقطوعه. يعني خلي سمكها مظبوط، ولا هي رقيقه خالص زي السجاره بتتقطع منك، ولا هي وانتي على حسب قوام العجين. لو عجنها كويس عمرها ما تقطع منك حتى لو فردتيها. لو عجنها يعني عجن كده هتتقطع منك. يبقى اهم حاجه في الفطير العجن. وهنا زي ما انت شايفه انا طبعا الكاميرا مش جايبه الفرد كله، طبعا انا فرداها ماليه بها المفرش كله زي ما انت شايفه، بس ما فيهاش قطع ولا اي حاجه، يعني القطع فيها قطع بسيط ملوش لازمه، يعني حته صغيره، مش الفطيره كلها مقطعه، لا تقطع من الحرف. عشان كده انا بقولك ما تفرديهاش، انا عملت اول واحده قدامكم عشان اعرفكم برضو ايه لو في غلط ولا حاجه تشوفوه. ما تفرديهاش اكتر عشان ما تقطعش منك، عشان طالما عايزه الفطيره تبقى منفوخه وموراه معاكي تبقى سمكها مظبوط، ولا هي رقيقه ولا هي تخين وتتنفخ معاكي. هنا بقى زي ما انت شايفه كده حطينا بقى السمنه. طبعا حطي السمنه على حسب ما انت عايزه، تتقلي تقللي زي ما انت عايزه. وهنا كل ما بنطبق بندهن سمنه عشان الفطيره تورق معاكي. اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه احرف الفطيره الحرف بتاعها لازم يتفرد كويس عشان ما تبقاش معصلجه من تحت كده ومكلكعه، وتتفرد كلها زي بعض. هنا بعد ما عملت مربع زي ما انتم شايفين كده هنلمها، يعني هنلمها من كل الجناب وندهن صينيه زيت، وبعد كده نكورها ونحطها في الصينيه. الطريقه سهله بسيطه مش هتاخد منك اي حاجه. يعني لو مكسله هتعملي فطير، وعشان اللي بياخد منك يعني فرد وتعب وعجين وكده، ان شاء الله الطريقه دي هتعتمديها على طول وهتدعيلي ان شاء الله بدعوه حلوه، وهتعملي احلى فطير، ولادك هيعشقوه من ايديك. هنا بقى كل واحده تغطيها بستريتش عشان وشها ما يقشفش. هنا هنعمل واحده تاني معاكم زي ما انتم شايفين كده، هنفردها وبعد كده هنكمل كل كميه. يعني هنفردها بالطريقه الاولانيه، تفردي وبعد كده تقلبيها على الجنب التاني، عشان طبعا هما قطعتين فوق بعض عشان ما يبقاش واحده صغيره واحده كبيره. هنخلص بقى كل الكميه ونرجع لكم تاني. وهنا زي ما انتم شايفين خلصنا كل الكميه. طبعا انا لسه ما حطيتش الزبده البلدي، خليتها في الاخر، يعني في الاخر كده اما اجي اطيب في الفرن احطها زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا بعد ما الفطير ارتاح، بعد ما العجين ارتاح زي ما انتم شايفين كده، هنا حطينا بقى بالمعلقه كده على كل فطيره. طبعا هي حجم الفطيره صغيره،
هنا على كل فطيرة كده معلقة، يعني معلقة صغيرة كده زبدة، تدهني بس الوش كده. يعني طبعا لو عندك قشطة حطي، بس الافضل من القشطة الزبدة. يعني الافضل من القشطة الزبدة، طبعا الزبدة البلدي بتديلك توريقة وتلميعة كده، وتخلي وش الفطيرة طري كده وجميل. هنا بقى هنعمل على الكمية كلها. وبعد كده بقى طبعا الفطير بيحب الفرن اللي هو الساخن، يعني تدخليه على فرن سخن، تدخليه على فرن اعلى درجة، يعني اعلى درجة سخونية في الفرن، وتسويه عليه. يعني تسخني الفرن وتخلي الوش يعني واطي شوية عشان ما يلسعش معاك الفطير. وكده كده القعر سخنة هيسوي معاك الفطير بكل سهولة. طبعا الفطير ده عايزه تسويه في الطاسه على عين البوتاجاز. طبعا احنا كنا عاملينه قبل كده، سويه مش هيجرى له اي حاجه. عايزه يعني ايه، عايزه تستسهلي زي ما انا عملت كده وتحطيهم كلهم في صاج وتعمليهم او صينيه وتحطيهم في الفرن، هيبقى برضو احلى واحلى. وطبعا اللي في الفرن بيبقى احلى، بيطلع منفوخ كده ولون موحد وجميل، يعني اللون بتاعه بيبقى موحد وجميل عن الطاسه. وكمان ما بياخدش منك وقت ولا مجهود، مش كل شويه هتحطي واحده في الطاسه وتعملي وتقلبي، لا، كله هتزقيه مره واحده. معلش المره الاخيره اللي بيسمع الفيديو، لو سمع ان الفيديو طويل عليه، معلش ما يسمحش اول الفيديو ويجريه، لا، كل نقطه في الفيديو عشان اسمعيه كله عشان تستفيدي منه. يعني كل نقطه في الفيديو فيها معلومه مهمه، من اول المقادير والطريقه وطريقه الفرد وطريقه والعجن والفرد والتسويه، كلها حاجات مهمه، يعني كلها مرتبطه بالوصف. يعني ما تسمعيش اول دقيقتين وتجري، لا، اسمعي الفيديو ويا ستي لو عجبك اعملي اشتراك او لايك او اي حاجه، ما عجبكش خلاص، بس اسمعي الفيديو عشان تستفيدي منه. ودي شكل الوصفة بتاعتنا، شكل الفطير. يا سلام يا سلام على الطريان، يا سلام على الجمال، يا سلام على الحلاوة، يا سلام لو كنتوا موجودين معايا وانا باكل الفطير. فعلا فعلا روعة روعة روعة. طريقة سهلة بسيطة، مش محتاجة ان انت تفردي بالنشابة ولا تحطي دقيق ولا تحطي نشا. اوعي تحطي نشا، النشا بتكلكع النشا والدقيق بيكلكعوا الفطير، بيبقى مش مورق كده وجميل. فعلا الطريقة دي سهلة وبسيطة. الطريقة دي سهلة وبسيطة. يلا بقى نغمس مع بعض كده وندوق الفطير بتاعنا الجميل ده. معانا هنا عسل ابيض، ومعانا جبنة قديمة عاملاها كده بطماطم. طبعا الجبنة دي كانت عندي ناشفة فانا حبيت اطريها، حطيت معلقتين زيت وحبيتين طماطم كده يطروها يبقى طعمها حلو. وبألف هنا وشفا. يلا قومي بقى جربي الوصفة، بالله عليكي تقولي لي رايك في التعليقات. حتى لو ما عجبكيش الفطير برضو قولي رايك، انا بيهمني رايكم، بيسعدني كده لما اشوف تعليق او لايك او اي حاجه. يلا قومي بقى جربي الوصفه، ولو عجبك ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك. وبألف هنا وشفا. ودي كانت وصفتنا النهارده، احلى فطير واسهل فطير ممكن تعمليه. طبعا طلعنا كميه كبيره من الكيلو، يعني طلعنا